استلمتيها امتى؟ استلمتها من 3 شهور وفرشتها وكنت ناويه اجرها، بس انت اولى يا جميل. شكرا. بطلي عبط، بس انت لازم تفهمي دلوقتي هتعملي ايه. مش عارفه، انا من ساعه ما قال كده خفت وهربت. انا اصلا مش عارفه ازاي هو قدر يقول لي كده. وانك تهربي ده مش حل. ما انا عارفه. عايزه رايي؟ انت كنت داخله الجوازه دي عشان الفلوس، والفلوس وخدتيها. نزلي البيبي ورجعي لحياتك الطبيعيه بقى. انا اصلا مش بفكر ان انا انزل البيبي. نعم؟ عايزه ارجع لجعفر فلوسه. انا مش فاهمه ايه اللي حصل لك. انا كمان مش عارفه. ساعات الدنيا بتحطنا في مواقف ما نتخيلش ان احنا نتحط فيها. انا كل اللي حصل لي الفتره اللي فاتت، من سجن بابا لموته للسيده زينب، فكل ده احسن حاجه حصلت لي هي اليومين اللي سافرتهم مع جعفر. يمكن هو ده احسن احساس حسيته في حياتي. انا من ساعه ما عرفت ان انا حامل وانا مش قادره اصدق ان اللي في بطني ده ابن جعفر اللي انا داخله انصب عليه. بس هي الدنيا كده، ساعات مش بتبسط ناس للاخر. عايدة فين يا يارا؟ عايده؟ مش عارفه، هو في حاجه ولا ايه؟ من غير لف ودوران عندك ولا فين؟ بالراحه بس، انا فعلا ما اعرفش هي فين. طب لو قابلتيها وكلمتك، لولا الست ما تسيبش بيت جوزها الا ما تستأذن. كده كده اوصل لها، بس لو وصلت لها قبل ما ترجع لوحدها حسابها هيبقى تقيل. لولا كده. يا معلم جعفر. يا بلبل، ده فين؟ انا مع يارا بس بعدت طبعا دلوقتي، وسمعتها وهي بتكلمك. عايدة عندكم؟ لا والله العظيم مش عندنا. امال فين؟ معرفش بقى، هعرف اقول لك. بقول لك ايه، جعفر لسه قافل معايا دلوقتي حالا. طب وصوته كان زعلان وهو بيتكلم؟ ده صوته يخض، وبيقول لي تبقي تقولي لها الست ما ينفعش تسيب بيت جوزها. بس ما تخافيش، ما قلتلوش مكانك فين، عملت هبله. ماشي يا رأفل، انت دلوقتي باي.